السلام عليكم الزينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناه روح البيت. روح البيت اليوم ان شاء الله رايحه نديروا مع بعض ماسك لتفتيح البشره. ماسك بالمواد موجوده في كل بيت تقريبا، في معظم البيوت. ماسك طبيعي يوالم البشرة الدهنية والبشرة الجافة. إذا كانت بشرتك دهنية نزيدوا له قطرات توا قارص، وإذا كانت جافة نخلوها على حاله. قبل ما نبداو الفيديو عاونوني بالجيم والبارطاج باه يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن ان شاء الله. نبداو على بركة الله. في هذا الفيديو نحتاجو كما انا بشرة تاعي جافة. الماسك النتيجة تاعو راح تبان من اول استعمال. قلت لكم يحتاجوا فيه الفارينة، النشا اللي هو دقيق الذرة والحليب. اذا كانت البشرة تاعك دهنية ضيفي له 2 قطرات تاع قارص، ولا البشرة تاعك جافة خليها على حاله. نبداو على بركة الله. رايحين نحتاجوا لهنايا مغرف تاع فارينة، مكثروش، نديروا مغرف صغيره ماشي مغرفه كبيره. هاي نديروا لهنا مغرف فارينه. نضيفوا ايضا ثاني نزيدوا مغرف تاع دقيق الذره اللي هو النشا. رانا نعرفوا بلي دقيق الذره بزاف 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 يعاون، يدخل في لي ماسك طبيعيين. ثاني الحليب نديروه بالمغرف، نديروه مغرف ومن بعد نخلطو ونشوفوا الا ما كفاتناش هذيك المغرف نزيدو. نظن لهنا محتاجه نزيد شويه برك تاع حليب، ماشي حاجه كبيره. صدقوني هذا الماسك هايل. نخلطيه لهنا مليح. راح نستعملو هكا على حالو. ايوا هاي كملنا لهنا الماسك تاعنا. رايحين نديروه على بشره تكون البشره تاعنا تكون نقيه، يعني درنا لها حمام مائي حمام بخار، ولا تكون البشره تاعنا نقيه. نابليكوه البشره تاعنا على الوجه تاعنا مده 15 دقيقه. بعد هذه المده نحسو به ينشف. كي نديروه نحسو به ينشف. الوقت اللي يكون ينشف فيه ما خلوش يبس كامل. الوقت اللي يكون ينشف فيه الماسك نحكمو نديرو تقشير غير بالعقل على لابو تاعنا، على الوجه تاعنا. ما ديريش في بالك بلي راكي تكيسي في حيطه تبروسي في حيط. يعني البشره تاع الوجه نعرفوها بلي حساسه. كنا كي ينشف نبداو نديرو على شكل دائري، مره هكذا مره هكا، ماشي هاك. ومن بعد مع الوقت يصراو لك الترهلات ووجهك يطيح، ومشي هكا هكذا. نغسلوه كي نقوميو الوجه تاعنا نغسلوه، ومن بعد كي نغسلوه نرطبوا الوجه تاعنا باي كريمه مرطبه، ولا نفوتوا بالقطنه على الوجه تاعنا ماء ورد يكون طبيعي، ماشي مزهر تاع المقروط، لا بالماء ورد. وصلنا لنهايه الفيديو. بقالي نقول لكم لهنا غير بقاو على خير، تهلاو في روحتكم، ما تنسونيش بالدعم والبارطاج. السلام عليكم حنوناتي، بقاو على خير.